يا ترى ليه بعض الافكار بتلزق في دماغك وصعب جدا عليك انك تنساها، وبعض الافكار التانية بتنساها بعد اقل من دقيقة؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ السر يا صديقي في قدرتها على الاستمرار. الله اكبر. يعني ايه بقى الكلام اللي انت قلته ده؟ اقول لك يا صديقي وهشرح لك في اقل من دقيقتين بس. واحد من اعظم كتب التسويق وصناعة الوعي في العالم كله، والكتاب ده اسمه افكار وجدت لتبقى، Made to Stick. Why some ideas survive and others die لشيب هيث ودان هيث. الكاتبين دول ناقشوا في الكتاب فكرة ازاي الافكار ممكن تكون قوية وافكار بتتنسي قبل ما تبدأ. انا هقول لك بقى على الاسرار اللي الناس دول اكتشفوها. الكتاب دول اختصروا الموضوع ده في 5 عناصر لو كانوا موجودين في فكرتك هتكون فكرتك جامدة وقوية ومؤثرة بشكل استثنائي. العنصر الاول هو البساطة. عايز فكرتك تكون مؤثرة خليها بسيطة وواضحة على قد ما تقدر. اديك مثال. الكاتب استشهد بشعار شركة اسمها ساوث ويست ايرلاينز، واللي كان: نحن شركة نقل جوي منخفض التكلفة، شكرا رسالتكم وصلت. يعني لو عايز رحلة طيران اقتصادية او رخيصة مش هفكر في حد غيركم. العنصر الثاني المفاجأة. المفاجأة. انت اتفاجئت ليه كده؟ هو ايه اللي خليك في حالك؟ الفكرة علشان تلزق في دماغك لازم تكون مش متوقعة. مين أكتر حد شفته عمل الفكرة دي بصياعة؟ شركة M&M's بتاعت الحلويات دي عملت إعلان وكتبت عليه: تدوب في فمك وليس في يدك. أصلا الوصف ده ما كانش متوقع للمستهلكين. يعني إيه اللي جاب فكرة إن الحلويات دي ممكن تدوب في إيدك؟ يعني أهو الخيال ده هو اللي خلى الإعلان ده صعب تنساه. العنصر الثالث المصداقية. يعني لما تعرض فكرتك هات مرجع أو دليل يخلي الناس تثق بكلامك. كلنا فاكرين إعلان مسحوق الغسيل بتاع أريال اللي كان بيجيب الناس في بيوتها تتكلم عن تجربتها مع مسحوق الغسيل ده وإزاي بيخلي الغسيل مزهزه وريحته حلوة. علشان كده في فترة من الفترات كان المسحوق ده نمرة 1. والعنصر الرابع التأثير العاطفي. أكتر إعلان بيأثر فيك هو الإعلان اللي بيخاطب مشاعرك. هديك مثال. كلنا في رمضان بنتأثر بإعلانات الجمعيات الخيرية اللي كانوا بيجيبوا أطفال أو ناس بسيطة على قد حالهم ومحتاجين مساعدة. وقد إيه الإعلانات دي بنفس الطريقة دي ليها سنين وناجحة، وده لأنها بتخاطب مشاعر إنسانية موجودة عندي وعندك وعند الكل وبيعرفوا يحركوها صح. العنصر الأخير السرد القصصي. لو عرفت تقول فكرتك في شكل قصة الناس تقدر تفتكرها وتحكيها لغيرهم، ده هيكون العنصر الأقوى في نجاح وبقاء فكرتك. فلو عايز أفكارك تنتشر ما بين الناس انتشار فيروسي وتأثر على كل اللي بتمر عليه، خليها بسيطة وركز على العاطفة واحكيها في شكل قصة. ما تنسوش تقروا الكتاب ده علشان مليان بالأمثلة الرهيبة اللي هيخليكم تكتشفوا الدنيا حرفيا من أول وجديد. وهسيب لكم رابط الكتاب في أول كومنت. لايك وشير وتابعني لو بتحب المحتوى ده علشان لسه في أكتر.